بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وحشني جدا جدا. صباحكم هنا، صباحكم فل، صباحكم ياسمين، صباحكم من اول النهار. زي ما انتم شايفين من بعد الفجر على طول لقيت الجو حلو قوي. شايفين الهوا؟ يا سلام على الهوا وجمال الهوا. هوا كان ساقع جدا الصراحة، والسحاب كان في السما كده جميل. كنت حاسة ان انا في الشتاء مش في الصيف. ده بقى اوحالي اوحالي ان انا عايزه اقوم اروق الشقه حالا حالا. بجد كان روتين حلو بسبب ان كان الجو جميل قوي قوي. طبعا مش اول ما ابتديت كده من بعد الفجر على طول، لا ده انا فطرت وشربت النسكافيه بتاعي، او لو كنت بتشربي الشاي بتاعي كمان اشربيه. بس قبل ما تشربي الشاي انزلي حطي لي لايك دلوقتي تحت من فضلك، عشان ما تنسيش. ولو كنت ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي. بس كده هو ده اللي مطلوب منك، واسمعيني بقى لحد الاخر ان شاء الله. فصراحه لقيت الجو حلو قوي، فقلت لا لازم يكون نعمل روتين كده حلو. فاول حاجه ابتديت بيها البلكونه عشان ما اسيبش الجو الحلو ده. قال يعني ان انا يعني هبتدي بالبلكونه، لكن الصراحه في سركم انا كنت عايزه اقف في البلكونه بسبب الجو الجميل ده. كان الجو عامل زي ما يكون شتاء مش في اغسطس، مع ان في اغسطس الجو بيبقى حر قوي. بس هو بقى ربنا قال يعني بلاش يبقى كمان في الصيف. في شهر 7 كان صعب قوي، فنخفف عليهم شهر 8 كمان، يبقى الدنيا خفيفة كده. عشان خلاص صراحة احنا استوينا شهر 7 مع انقطاع الكهرباء، فكان الموضوع صعب جدا يعني. ربنا يعيننا جميعا. فابتديت بقى كده بالبلكونة. بس صراحة عملتها يعني. بصوا شلت كل التراب اللي كان موجود فيها. لو تلاحظوا يعني، مع ان انتوا ما سالتوش عليا وانا زعلانه منكم عشان ما حد سال عليا. بس معلش يلا هنعفو عنكم يعني ان ما حد سال عني. ف الصراحة قلت لا يعني. كنت تعبانة جامد جامد جامد، فقعدت 15 يوم وانا تعبانة. فما كنتش عارفة اعمل اي حاجة خالص في الشقة. فالحمد لله الحمد لله وملك الحمد والشكر. فابتديت بقى زي ما قلت كده بالبلكونه، لان كانت منظرها صعب قوي. طول ما انت ايدك مش في الحاجة خلاص يعني، خلاص مفيش حد هيعملها. فعشان كده بقول خلي بالك من صحتك. اول حاجه افطري، اول حاجه اشربي كوبايه الشاي بتاعك او النسكافيه عشان دماغك ما توجعكيش. انت عمود البيت، انت اهم حد في البيت، لان البيت كله قائم عليكي انت. فلازم تبقى بصحتك، لان محدش هينفعك ولا اولادك ولا اي حد في الدنيا هينفعك غير صحتك بس. اللي صحته بتخونه ده اكتر حاجه في الدنيا مش لطيفه. اللي صحته تخونه، لان الصحه دي من اهم حاجه. لان اللي هيعمل لك مره مش هيعمل لك التانية، واللي هيخلوا باله منك مره مش هيخلوا باله منك التانية. الحياه بتاخد، والناس الله يعينها، الناس كلها بقت مشغوله والله يعينها في اللي هم فيه. فمش وحاشه منهم ولا حاجه، بس فعلا الدنيا بقت صعبه قوي. طبعا بقى اللي احنا على طول بنعمله، ربنا يديمها على طول يا رب، من العادات الميه والرز. طبعا الرز بقى غالي قوي قوي، فانا عارفه. بص انا بحب اطلع اللي هو احسن حاجه عندي، اللي هو الرز لما يبقى موجود. طب مش موجود بطلع اكل عصافير. بطلع لهم اكل عصافير ب10 جنيه، بيديكي شويه محترمين. حطيهم كل فتره كده، كل يومين 3 لما الطبق يخلص اغسلي الطبق زي ما انت شايفه انا بغسله باستمرار، عشان بتقدمي صدقه كده بشكل لطيف وشكل حلو يعني. مش وخلاص يعني، هم عصافير بس انت اللي محتاجاهم ان هم ييجوا ياكلوا ويشربوا، عشان دي صدقه انت هتطلعيها، فانت اللي محتاجاهم يعني. فلازم تظبطي لهم الميه بتاعتهم وتغسليها لها وتغسليه لهم. وتظبطي كمان الطبق كده اللي انت هتحطي فيه، وتظبطيها لهم كده وتخليه شكله نظيف يعني، قدميه بشكل حلو. ف عشان احنا اللي محتاجينهم زي ما قلنا. ويا رب انتوا عارفين طبعا الصدقات بتعمل مش انا اللي هقول يعني، ومش انا اللي اعرفكم، اكيد انتوا اللي بتعرفوني كل حاجه. فدخلت بقى على الريسبشن. انتوا عارفين في جزء جنب اوضه البلكونه على طول. الجزء ده انا عملته ومنتجته وظبطته، وبعد كده ما لقيتوش. مش عارفه ايه اللي حصل له يعني، راح فين انا مش عارفه. كنتوا عارفين بقى ان انا نقلت السفره في الحته دي، فطلعتها بره كده ونقلتها عشان امسحها كلها من تحت ومن فوق ومن كل حاجه تبقى قشطه كده. وفعلا ده اللي حصل. ورحت حطيت بقى عليها المفرش، ودخلت على النيش. رحت حطيت برده شلت برده كل التراب اللي كان موجود عليه، وظبطت الدنيا ومسحته مسحه حلوه، ولمعته بالبليج بتاعي وخليته زي الفل. بس هو بقى مشكلته ان هو مفتوح من جوه يعني. هو مش محتاج ان هو يتقفل بمفتاح عشان ما يتفتحش خالص، لكن هو مش ما فيش فيه مفتاح، مش لاقي المفاتيح بتاعته طبعا من النقل وكده، فمش لاقي المفاتيح بتاعته. فهو مفتوح، فللاسف كل شويه يدخل تراب من جوه يعني. كل شويه يدخل تراب من جوه، مهما اقفله برضه بيدخل تراب جواه يعني. عايزين يبقى نعمله مع بعض ان شاء الله. الصراحه انا في نيتي لو ربنا يعني فتح عليا ولا حاجه ورزقني ان انا اغير الالوان بتاعه يعني الحاجه دي قشره. فانا عايزه اشيل القشره بتاعه السفره والقشره بتاعه النيش، واخليهم الالوان الفاتحه يعني. انا مش عايزاها قشره ولا اي حاجه، عايزه اللون الفاتح اللي هو الالوان اللي طالعه جديده، لان كان زمان الموضه دي اللي هي الالوان الغامقه.
لكن دلوقتي بقت الموضه الالوان الفاتحه اللي هي مديه، اللي هي التركي. طبعا الالوان دي جميله جدا ومبهجه وانا اصلا بحبها، يعني مع اني زمان سبحان الله ما كنتش كده. يعني زمان انا كنت بحب الالوان اللي هي العاديه دي، يعني اللي هي الالوان اللي انتوا شايفينها الغامق وكده. لكن سبحان الله الواحد طبعه بيتغير ونظامه بيتغير وكل حاجه بتتغير. ما فيش يعني ما تقوليش انا مش ممكن اعمل كده او مش ممكن اخلي كده او انا ما بحبش ده، سبحان الله هتلاقيكي اتغيرتي كده في لوحدك، الزمن غيرك. فنفسي اعمله اللون الشامبين. عارفين اللون الشامبين ده لون حلو قوي وقوي قوي، لونه فاتح كده وفي نفس الوقت شيك جدا. نفسي بقى ان شاء الله اعمله باذن الله. ادعوا لي بس ربنا يرزقني ويفتح عليا والقناه تشتغل، يعني القناه تشتغل كده احسن، انا تعبت منها خالص. بس يلا الحمد لله. انا مبسوطه معاكم والله العظيم، مبسوطه معاكم حتى لو القناه ما بتجيبش حاجه، بس انا مبسوطه معاكم ومبسوطه ان انتم موجودين في حياتي. لان حياتي من غيركم الصراحه وحشه جدا. دخلت بقى على المطبخ وقلت امسحه مسحه حلوه كده، بس الصراحه مش حلوه قوي. يعني مسكت برضو الرخامه زي ما انتم شايفين، غسلتها بصابون سائل وبالكلوروكس زي ما انتم عارفين وظبطتها وكده. بس يعني ايه، ما كانتش يعني حاجه فوق العاده زي ما بنعمل عاده يعني. طبعا انا كنت قايمه من عيا وكده، فكتر خيري قوي ان انا عملت كده. وبعدين في جزء تاني كمان اتصور، بس انا مش هنزله دلوقتي، انا هنزله ان شاء الله مره تانية عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم وتزهقوا مني. وعملنا اكل وعملنا حاجات حلوه، خليكم معايا اقول لكم على طريقه للشاورما تحفه. طريقه سهله جدا، لو انت ما بتعرفيش اصلا تعملي الشاورما هتعمليها. مش محتاجه 15,000 حاجه نوع تابل عشان تعرفي تعمليها، لا. لو انت حتى بنوته لسه صغيره خليكي تعرفي تعمليها. لو انت ما عندكيش كل التوابل اللي بتبقى موجوده، عشان الشاورما بتحتاج توابل كتير جدا، هقولك تعمليها ازاي وتنافس الجاهز كمان. جربتها ب 500 طريقه والطريقه دي سهله جدا، يعني احسن، هي حلوه طريقتها ممتازه وفي نفس الوقت سهله. فان شاء الله هقولك عليها، بس خليكي معايا في الفيديو وهقولك برضو على طريقه عملت بيها دانت. بص انا مش عارفه بنطق دانت ده صح ولا غلط، لان انا طول عمري بنطقه غلط، فمعلش بقى سامحوني. تمام. بس المهم ان المضمون هو دانت. الصراحه بالشوكولاته طعمه تحفه جدا ومكوناته بسيطه وسهله. برضه عملته للاولاد وقلت بقى اعوضهم عن الايام اللي كنت فيها انا تعبانه وراقده وبعيده عنهم وكده، فقلت لازم اعوضهم يعني. فغسلت بقى المواعين وروقت الشقه زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم كان في جزء تاني كمان او متصور بس ما صورش، مش هنزله دلوقتي. فغسلنا بقى المواعين وظبطنا الدنيا. الصراحه كان يوم حافل، يعني كان يوم حافل بجد. بس ربنا يديم النعمه علينا، نعمه الصحه، ربنا يديمها علينا بجد بجد. يعني اللهم لك الحمد على العافيه. يعني الواحد ما بيحسش بقيمه العافيه والحاجات الطبيعيه اللي انت بتقومي من النوم كل يوم تعمليها، زي اكل زي شرب زي ترويق، وانت بتهيألك ان ده روتين. لا، ده في ناس محرومه من ده. في ناس لما الواحد بينسلب منه عافيته محروم من ده، محروم من العافيه. فاللهم لك الحمد عليها لما الواحد بيحس ان العافيه جات له تاني وانه قادر وانه يقف ويروق ويعمل الحاجات اللي كان المفروض بيعملها. هو متهيأله ان ده روتين، يعني حاجه عاديه ان انا اقوم اروق شقتي، حاجه عاديه. لا لا، دي مش حاجه عاديه، في غيرك مسلوبه منه النعمه دي. فهي المفروض نتحسس كده اي نعمه في حياتنا ونحمد ربنا عليها، لان من حمده زاده. طبعا انا مش عامله فيها شيخه ولا اي حاجه، انا بقول لكم المعلومات اللي عندي اللي ممكن يكون فيها غلط وممكن يكون فيها صح. فلو كان كده احنا نعدى لبعضينا. انا ما بحبش اعمل نفسي هيرو وبطله وبعرف اعمل كل حاجه، لا، مفيش حد كده. كل الناس بتتعلم، كل الناس هتفضل تتعلم لحد ما تنتهي حياتها. حتى لو كان عندي 70 سنه هفضل اتعلم. مفيش حد عارف كل حاجه، واللي يقولك انه عارف كل حاجه يبقى بني ادم جاهل. لا، عادي جدا ان بني ادم ما يبقاش عارف كل حاجه. عادي جدا ان حد يعدل عليه ويقول له لا كده افضل او كده احسن، طالما ما بيفرضش عليكي رايه او ما بيعيبش في اللي انت بتعمليه. يعني انا ممكن اقول لك مثلا، طب بصوا استنى هقول لكم على الشاورما وبعد كده نبقى نكمل بقيه الموضوع. قطعت طبعا الشاورما بتاعتي الزور او وراك زي ما انت عايزه، تمام. وبعد كده نزلت عليها من في مرقه دجاج، مش مرقه، في كيس شاورما من ماجي وفي من كنور، اللي انت عايزاه اعمليه. ده شاورما جاهزه، كيس شاورما جاهز، خلطه شاورما جاهزه فيها كل التوابل اللي انت محتاجاها واللي انت عايزاها. انا هنا هعمل فتة شاورما كمان جنبها، تمام. فقطعت العيش بتاعي، قطعت العيش الشامي زي ما انتم شايفين كده، واحط عليه شويه عيش، شويه زيت، وهدخله الفرن وكل شويه اقلبه واطي الفرن عليه. صينيه تكون كبيره زي ما انتم شايفين، كبيره كبيره. يعني ليه بقى؟ عشان تبقى فيها وشويه زيت صغيرين يكونوا فيها.
انزلي عليهم ووزعيها كده زي ما انت شايفه. ولو عندك طاسه تيفال يبقى احسن. ليه؟ عشان تاخد صدمه وما تنزلش ميه. طب ايه الميه دي يا نوجه؟ انا اللي حطيت الميه دي بايديا يا جماعه، لان انا ما بحبهاش ناشفه، انا بحبها يكون فيها صوص، واولادي كمان بيحبوها. طب انا زودت على التوابل اللي كانت مع الخلطه ايه؟ شويه فلفل اسود، وشويه من البابريكا، وشويه من الكركم، وشويه، وحطيت معلقتين صلصه عشان يبقى لونها احمر كده، ما تبقاش لونها جاهر ومش لطيف. تمام. استوت مني تماما، رحت حطيت البصل الكميه اللي انت عايزاها بس لما تستوي معاكي. وبعد كده تحطي ايه؟ فلفل. عايزه بقى حراق تمام، مش عايزه حراق انت حره، بس انا بفضل ما يبقاش حراق عشان لو عندك اولاد. وبعدين حطيت مرقه دجاج ماجي واحده بس. تمام. الخلطه كلنا اللي اعمله عليها زي ما قلت لكم. هي استوت كده، دخليها بقى الفرن تاخد منك لون زي ما انت شايفه. ولو عايزه تقلي اللون اكتر من كده تقليه يعني في الشوايه بس. شايفين المنظر؟ والله العظيم تحفه. والصلصه، مش الصلصه، الصوص اللي محطوط عليها اللي هو معمول بالزبادي والطحينه، تحفه تحفه تحفه. شايفين الجمال؟ حاجه كده من الاخر، وحاجه تشرف. لو عملتيها كمان، لو انت عندك ناس وعملتيها، يا سلام على الجمال، والله العظيم هيدعوا لك من جمالها. وهقول لك على طول على الطريقه. طب ايه الحاجه الحلوه دي يا نوجه؟ معانا كيلو من اللبن. اتدنيت زي ما قلت لكم، معايا كيلو من اللبن، عليه 4 معالق من النشا، او 2 نشا و2 دقيق. نص كوبايه من الكاكاو الاسباني الخام، ويكون اسباني عشان ما يبوظلكيش الخلطه الوصفه. وبعد كده حطيناها، قلبناها، وحطينا السكر نص كيلو، مش نص كيلو، نص كوبايه. افرضي بقى انا عايزه اكتر من نص كوبايه، حطي زي ما تحبيه وتلاقي اللون الطعم كده مناسب ليكي، استخدميه. حطيتها على النار، واول ما ابتدت تغلي رحت حاطه عليها فيها شوكليت شيبس. لو انت عندك شوكولاته خام حطي فيها، ما عندكيش هاتي ب 10 جنيه شوكليت شيبس وحطي نصهم. يعني صرفي حالك. تمام. وافضلي قلبيها لحد ما قوامها يتقل، وبعد كده صبيها في كاسات زي ما انت شايفه كده. واول ما تبرد شويه حطي عليها الشوكليت شيبس من فوق كده، تديها طعم. بجد هو مش بس للتزيين، ده كمان كان طعم.